السلام عليكم. كما كتشوفوا الطائره ديال اللي جات من المطار الدولي الطائره حطت الان في المطار ديال محمد الخامس. تقريبا باقي فولو اخرى يسكرنا في كازا تقريبا ساعه ديال المكانه. نتمنى ان شاء الله نكملوا وتكون الرحله بخير وعلى خير ان شاء الله صوب مدينه اكادير. يا ماما افريكا شلك ليكا غير حلي الابواب ويرو ولاد الحمراء حاضرين وشوينا من البلاد لبلاد ويرو خليها مدينة احنا غيبا يا الحرس باي باي ويرو في السيبال في السنغال شيلي قدود الحسنيه باش تنسحب ان شاء الله في المقابلات. كندمجوا هذه اللي كانت مقابله تاريخيه واخا دوري الفوز، ولكن مقابله تاريخيه. شكون التاريخ يحاول الزرا التاريخ الزمالك دا القابلز دا البطولات اللي تذكر مقارنه مع الحسنيه. برافو الحسنيه، شمس التاريخ والله العظيم صراحه. لكن لا ديت نشوف الحسنيه في السراء والضراء. الماتش ديال الحسنيه كان هو ماتش لعبات الحسنيه الي روتور 180 دقيقه استحواذ الحسنيه كره على الزمالك وركات عليهم الي روتور، ولكن الحكم الله غالب. وديك المخرجات عينها الله ديما باغا تعاود ديك الكره تشكر اللعبه لعب البارة تكون التائقه تكون كان المستوى الخساره سوى الربح. المهم داكشي اللي كان نتبعوا الفرقه واخا خسرات واخا ربحات، لانها ليست مجرد نادي، هي اكثر من كان هذا العام ما مكتباش لينا العام الجاي ان شاء الله. علاش لا؟ هادو الناس اكادير كامل واش يديروا تدخل لينا على شي اللي يكون يسبي خلينا من عندي دابا ديال الكواتشو وديما تحيه بعدا الجماهير اللي جات اليوم رغم النتيجه السلبيه. هذا ان دل على شيء فيدل على ان جمهور الحسنيه في الرأي قبل الصراع. التحكيم في افريقيا زيرو. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حنا راه اولا قبل كل شيء راه ماشي جمهور نتائج، يعني حنا تشوفوا الناس هذو اللي جاو يعني راه كيحبوا الفريق حتى النخاع. يعني رغم الظلم التحكيمي اللي لعبنا ضدو لعبنا الزمالك لعبنا حنا يعني الحسنيه لعبت البارح مع 11 ضد 11 رغم بعض الفرص اللي جاو ما استغليناهمش. يعني حنا اننا ضيعنا مباراه الذهاب هنايا. اذا كما قلنا نقطه يعني التحكيم في افريقيا كيبقى نقطه سوداء. ان شاء الله حنا كما قلنا ماشي جمهور نتائج، غنساندوا الفريق ديالنا في الضراء والسراء، غندخلوا ان شاء الله في الميتشان ديال البطوله باش نعاونوا الفرقه ديالنا باش اننا نضمنوا واحد المشاركه افريقيه. وكنشكروا زعما كاع اللعابه من اطل زيد من الحارس حتى الاحتياط حتى الستاف تكنيك ستاف ميديكال كنشكرهم بزاف. وخصوصا كنشكروا كاع الجماهير اللي حجات من كاع اكادير كامله. وحنا جمهور فريق حسن اكادير معروف عليه بالاخلاق ديالو وبالاحترام ديالو وبالحب ديالو للفريق ديالو. حنا ما جمعتناش مع حنا ما تبعناش الفريق على الالقاب، حنا الفريق عنده جوج القاب وكنحبوه وحنا يعني الحسنه راه جايه ان شاء الله غتقول الكلمه ديالها وغيكون خير ان شاء الله من هنا لقدام. ديما المزيان
كنشكركم بزاف على الاستقبال، ونتمناو ان شاء الله نفرحوكم في الماتشات الجاي ان شاء الله. تاثر سلسله الهزيمه اللي شقان هذا نفرح الببليك الحسنيه انه حقق اللقب، ولكن لا غالب ان شاء الله لا خوف على خاصنا مع الابناء ديالو، كاينين موجودين الابناء ديالو ان شاء الله لا خوف على خاصنا ان شاء الله يقول كلمه تاعنا للقدام ان شاء الله، وان شاء الله العام الجاي نعاودوا نشاركوا ان شاء الله غادي نحققوا بشي على الجمهور السوسي، وكنتاسف لهم هذا المنظر. referee was not good. He was like against us. السلام عليكم. بعدا حنا فرحانين بهذا الحفاوه وهذا الاستقبال الرائع بالحقيقه، ما الشعور زعما لا يوصف. تبارك الله على الناس ديال اكادير والجمهور الكريم، وحاولنا باش نجيبوا التأهيل ولكن ما كتبش الحكم كما شفتوا راه ظلمنا، ولكن حنا راه ان شاء الله اللي جاي غيكون ان شاء الله احسن. شكرا. اليوم يعني البارح الزمالك اللي الحسنيه سجلت هدف العالم كله شافه الا ذاك الحكم، وذاك الحكم هو اللي كان حكم لينا في بركان، وجا عاوتاني يحكم لينا تما. هذه فضيحه كبيره، وغادي نتلاصقوا غنديروا الاجراءات ديالنا اون فاسيزيغ لا كاف باش نقولوا الا ما كانوش هاد الناس باغيين نلعبوا هاد لا كومبيتيسيون نخرجوا منها من الاول وصافي ماشي مشكل، فهمتيني. ولكن باش يبقى التحكيم يبقى يتكرفس علينا في كل مقابله، جميع المقابلات ديال كاس افريقيا تكرفس علينا التحكيم، هذا يعني شيء خطير جدا. دونك كنشكر اللاعبين والطاقم التقني وجميع لا ديليغاسيون ديال الحسنيه اكادير، وكنقول للجمهور يسمح لنا لان عملنا كاع اللي في الوسع ديالنا باش نجيبوا نتيجه ايجابيه، واستطعنا باش نحققوا هذا التاهل. ولكن التحكيم ولا ما عرفت انا في المريخ ولا ما عرفت فين، قالوا باللي الحسنيه ما خصهاش دوز هذا الدور، بالتالي حنا راجعين. ولكن الحمد لله راسنا مرفوع، وغادي نبقاو نزيدوا في العمل ديالنا، واللي خطأنا فيه في هذه الايام غادي نصلحوه ان شاء الله باش نكونوا اقوى الموسم المقبل. وهذا العام غادي نلعبوا البطوله، وغادي نديروا الماكسيموم ديالنا في البطوله باش نكونوا في البوديوم عاوتاني. اما هذه المشاكل كلها اللي كتقول لي صراحه متاسفين بزاف الاقصاء ديالنا البارح بعد المباراه ديالو على المستوى بالاعتراف ديال المتابعين المصريين. ما كانش بحال الحظ، ما كانش قرارات تحكيميه اللي كانت عندها تاثير مباشر على مباراه المباراه. على العموم نتمنى التجربه تفيدنا ان شاء الله في الوطنيه من خلال المباريات اللي مازال البطوله الوطنيه، وان شاء الله لينا نكون واحد المشاركه قريبه الموسم المقبل. تتاسف الجماهير الحسنيه اللي تستاهل بصراحه، عرفنا وكنا فرحانين استقبلنا اليوم، ولكن حنا بصراحه ما فرحانينش. دابا لينا بانه نستحقوا اننا نمشيو للنصف النهائي. اما الخصم اللي عنده تجربه، عنده قيمه فنيه وعنده متابعه جماهيريه، ولكن بينا لا في مباراه الذهاب والإياب باننا سيطرنا على مجموعه من ادوار المباراه. نتمنى ان شاء الله التجربه هذه ما تعاودش تكرر، لان التاريخ ما تيحتفظش بالاداء وطريقه اللعب اكثر ما تيحتفظ بالنتائج. متاسفين بزاف، نتمنى النتيجه هذه ما تاثرش علينا في باقي مجالات البطوله، تكون حافز لينا، لان بكل صراحه الاداء ديالنا فهو تيشرف كره القدم الوطنيه، تيشرف المشجعين الحسنيه اكادير. ان شاء الله مازال بخير. الحمد لله كنشكر الجماهير اللي انت كتشوف كلشي كاين، كتشوف كلشي على عينيك. انا فرحانين بهذا الشيء، راه واش ان شاء الله المره العام الجاي نعوضوا هذا الشيء اللي درنا ان شاء الله، ونكونوا كاع في الفينال ولا اللي ما ندوه ان شاء الله.
يلبسوا القراش لغتنا مسمومة كليكا زيا فدير وفاموس ومكسوس الوقوف ومع الغليا طودس الجحدح بالصدر المغلوب الله الله. بسرعة